معلش يا جماعه، في الاجواء اللي زي دي احنا كجماهير الاهلي مش متعودين على الخساره، عشان الاهلي علمنا وعودنا وعيشنا ان الكوره يا مكسب يا مكسب. مع ان الطبيعي الكوره مكسب وخساره، بس بجد الاهلي عودنا ان الكوره مكسب ومكسب. فبالاجواء الاهلي بيتغلب فيها دي تبقى اجواء صعبه جدا جدا علينا وسهله جدا على ناس تانية، وانتوا عارفين ناس تانية دي. فالنهارده يا جماعه عايز اقول قبل اي حاجه بكل روح رياضيه، مبروك نادي الزمالك وجماهيره العظيمه، فوز عن استحقاق. ان الاهلي النهارده ما عملش اي حاجه تخليه يكسب، ما عملش اي حاجه. والاعلام الزملكاوي الشاطر قدر يبيع لنا او يبيع للكولر واللعيبه فكره ايه، ان الزمالك يعني ضعيف، الزمالك غلبان، الزمالك بيعيط بين الظهر والعشاء، الزمالك نام على الرصيف، الزمالك مش لاقي ياكل. كل ده طب الزمالك هيسافر زي السعوديه، هيسافر بعجل تقريبا. الزمالك مش قادر يعمل حاجه. في الحاله دي الاهلي بقى عنده بقى هيلمانه بلعيبته، بمجلس ادارته باستقراره بكله. فالماتش تحصيل حاصل يا جماعه. الزمالك يروح الماتش تحصيل حاصل، الاهلي يعمل ايه؟ يكسب 4-5 مستريح. جماهير الاهلي عرفت الكلام ده بس ما اشترتش الكلام ده. اللي اشترى الكلام ده للاسف كولر واللعيبه. كولر نازل فاكك واللعيبه نازله فكه، ولا اكني ماتش على بطوله قاريه. بطوله قاريه مش كاس مصر ولا دوري، بطوله قاريه. لما اللعيبه دي تنام النهارده، لو قدرت تنام وتصحى كده بكره الصبح كده، هيتفاجئوا ان ده كان سوبر افريقي، مش ماتش محلي ولا ماتش دولي. فالنهارده يا جماعه الاهلي النهارده اتغلب من اسبوع بسبب غروره. النهارده يا جماعه لو هنقيم النهارده اللعيبه والمدرب، النهارده الاهلي النهارده ما عملش اي حاجه تخليه يكسب، ما عملش اي حاجه. يا جماعه انتوا عارفين ان مراحل اللعب 4 مراحل: مرحله البيلد اب، مرحله البروجريشن، مرحله الاتاك، مرحله الفينش. الاهلي النهارده ما عملش اي مرحله من المراحل دي. يعني عشان تجيب جول لازم تعدي على ال4 مراحل دول. لازم بيلد اب تكمل من تحت وتطلع بالكوره صح. مرحله البروجريشن هتعمل تطوير. مين بيعمل التطوير في الملعب؟ امام عاشور، اللي خلاص بقى كام ماتش ضرب غطس مش عارف يجيب تاني. مرحله الاتاك، مرحله الفينش. يوم ما عملت النهارده مرحله الفينش ايه اللي حصل؟ راح يفنش مين؟ اكرم توفيق. اتفاجئ ان لقى نفسه قدام عواد، شاطر بشماله اي حاجه. دول لما سلوسي هو حط رجليه خد الاهلي منها ضربه جزاء. لكن غير كده الاهلي ما يستحقش تماما انه يكسب النهارده. الاهلي النهارده كان غرور خلاه النهارده يدفع ثمنه غالي، اللي هو ايه؟ خساره بطوله قاريه زي بطوله السوبر الافريقي اللي تاني سنه على التوالي ما يقدرش نحرزها. طيب يا جماعه نيجي النهارده لتقييم اللعيبه النهارده. نيجي عند الشناوي، صفرين مش صفر. طول ما نقعد نقول الشناوي في حته تانية وفي حته تالته وفي حته رابعه وفي حته خامسه، هيفضل اهلي كده. هنقعد نجامل الشناوي لامتى؟ احنا مش عارفين. ما ينفعش يبقى عندي لاعب زي مصطفى شوبير ما صدقت لقيت فيه ضلتي وما ادلوش تاني ويقعد بديل للشناوي. طب ماشي، ده بأمارة ايه ان شاء الله؟ بأمارة ايه؟ طول ما نقعد على الشناوي يا جماعه هو حارس مرمى مصر الاول وملوش بديل، ده يبقى حل الكره المصريه وحل الاهلي. نيجي عند ربيعه عمل فتره يا جماعه ممتازه، بس النهارده ما كانش الاداء قوي. نيجي عند ياسر ابراهيم، صفر. ياسر ابراهيم عدله في الثلاجه، نسيته خالص واجبات مركزه وازاي يمسك المان بتاعه. نيجي عند هاني، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. انت طبيعي لما اللعيب بيتصاب في ماتش ديربي بتبقى قلقان. هاني لما اتصاب احنا عايزين بقى يلا هاني اطلع بقى، يلا اطلع عشان شوف البديل ليك. قاعد جنب واحد صاحبي زملكاوي بيتكلم مين البديل ليه، قلت له اي حد احسن من هاني، اي حد. عمر كمال احسن من هاني بمراحل، وللاسف عمر كمال نازل برضو نيف. ايه يا جماعه في ايه؟ صفر هاني طبعا. عمر كمان نفس الكلام صفر. نيجي عند يحيى عطيه الله، انا جايب واحد عشان ادعم بيه واخد بيه السوبر الافريقي، هو اللي خسرني السوبر الافريقي. يعني عارف النيران الصديقه. يحيى برضو صفرين مش صفر. نيجي عند خط النص بتاعنا، اسوأ ماتش مروان عطيه، اسوأ ماتش ليه من فتره من سنتين، اسوأ ماتش مروان عطيه. نسي وجبات مركزه، جاب ما بين خط الدفاع وبين هو 6، انزل استلم وشغل الناس، مفيش. نيجي عند اكرم توفيق، احلى واحد عمل عجيني الفلاحه النهارده، عجيني الفلاحه زي ما قال الكتاب، صفرين اكرم توفيق. نيجي عند امام عاشور لعيبه الاهلي والزمالك وجماهير مصر كلها قالت وبصت بالعشره ان امام عاشور افضل رقم 8 في مصر واحسن لاعب في مصر عن زيزو كمان. طيب ده في الماضي،
الوقت في الحاضر دلوقتي زفت. يعني هنقعد نقول امام عاشور احسن لاعب في مصر؟ انت لما جيت دلوقتي جماهير الاهلي وقفت معاك، وكنت بتاكل النجيله، وكنت بتهين نفسك في الملعب، وكنت بدات بقى تعمل مشاكل بره، ودماغك تخرج بره الملعب، وجو الزمالك ده مش هينفع مع الاهلي. لو فضلت امام عاشور كام ماتش كده بالمستوى ده، جماهير الاهلي نفسها هي اللي هتقلب عليك، وافتكر كلامي ده. نيجي عند تاو. تاو قلنا يا جماعه من السنه اللي فاتت تاو ما ينفعش خلاص يقعد في الاهلي، لازم يمشي. بدا الموسم جاب له جونين في جورماها الكيني، اطلع بالسما. يا جماعه ما ينفعش اقيم لعيب في ماتش جورماها الكيني، فريق تعبان اصلا، هتيجي ازاي يعني؟ تاو برضو صفر. الوحيد اللي لعب النهارده، الوحيد اللي عنده اخلاص وعايز يعمل حاجه، وسام بصراحه. نيجي عند حسين الشحات. حسين يا جماعه لو 2 من 10 ما ينفعش يطلع بره الملعب. حسين وجوده في الملعب مهم جدا جدا. ما اعرفش ازاي الكولر النهارده ضحى بيه في الملعب، ضحى بيه في الماتش وخرجه. فيا جماعه دول النهارده ملخص. يا جماعه النهارده الاهلي اتغلب. النهارده اتغلب من الاعلام الزملكاوي من اسبوع، انه قدر يشتري فكره الزمالك ضعيف، الزمالك مش جاهز، الزمالك فيه عليه. فيا جماعه الاهلي يا جماعه لازم يقف مع نفسه، وفي 3 ايام ناقصه على القيد. لازم الاهلي لازم يجيب مهاجم وجناح. لازم يا جماعه، وفي يناير في كام لاعب كده لازم يمشي من الاهلي لا محاله. يا جماعه في نهايه حلقتنا لازم واقفه مع اداره الاهلي زي ما قلنا صفقات. مش عايز يا جماعه جماهير الاهلي تزعل، عادي، عندها منه كتير، عادي. لما حد تاني ياخد منك معلقه من طبق الكشري، عادي، ما تبقاش مفتري، عادي. هارد لك، وكل روح رياضيه مننا مبروك لكل زملكاوي. تحياتي ليكم، السلام عليكم.